السلام عليكم، ازيكم مرة تانية؟ عاملين ايه في فيديو جديد؟ الفيديو النهارده هكلمكم فيه عن تليفون نزل من شركة ريلمي رايق جدا بصراحة. والتليفون ده هو تليفون ريلمي 12 برو بلس. يعتبر التليفون ده نازل في الفئة المتوسطة، يعني الفئة المتوسطة العليا اللي هي دلوقتي بتبتدي من فوق ال 15,000 جنيه. وقبل أي حاجة طبعا أحب أبتدي بيها علبة التليفون. أنت مجرد ما بتشتري العلبة طبعا لازم تطمن على المحتويات اللي جوه العلبة. اطمن يا سيدي، شركة ريلمي حاطلك كل حاجة في العلبة. مجرد ما بتفتح العلبة بتلاقي التليفون طبعا، والجراب بتاع التليفون، والشاحن بتاع التليفون، وكمان الدبوس الخاص بالشريحتين، وشوية الكتالوجات اللي ملهمش لازمة. فتليفون نازل فئة متوسطة عليا ومن شركة ريلمي، وبينافس تليفونات تانية كتير، نازل بكل المحتويات اللي انت ممكن تتخيلها. على عكس شركة سامسونج بتنزل لك تليفون ب5-6 آلاف جنيه، حاطلك التليفون بس في العلبة. متفهمش يعني الشركات دي بتفكر ازاي، بس ما علينا، مش موضوعنا. مجرد بقى ما انت ما تطلع التليفون من علبة هتتفاجئ بشكل التصميم بتاعه. بصراحة التصميم بتاعه جميل جدا. قبل ما نتكلم عن التصميم، فالتليفون ده جاي بإصدارين، إصدار جلد وإصدار بلاستيك. والبلاستيك فيه شبه شوية من الجلد، مخشن شوية كده. طيب تعرفهم ازاي؟ البلاستيك جاي لون واحد بس هو اسود، والجلد جاي بلونين اللي هو الاخضر والذهبي او الابيض في ذهبي، والاتنين مش هتعرف تفرقهم من بعض من اتقان التصميم. بصراحة التصميم في قمة الروعة. شكل الظهر بتاع التصميم معمول بطريقة ممتازة جدا، وحتى الدايرة بتاعت الكاميرات شكلها لايق كده مع شكل الظهر بتاع التليفون. فتصميم توب بصراحة. التليفون ده جاي بشريحتين اتصال، طبعا مفيش مكان للكارت ميموري، يعني جايب شريحتين اتصال بس. وكمان في حاجه وحشه جايه فيه، ان هو معهوش شهاده ان هو مقاوم للماء والغبار. فلو جبته حاول تحافظ عليه وتحطه في جراب محترم كده، بحيث ان هو يحافظ عليه من الطرطشه بتاعه الميه والكلام ده. نيجي بقى نشوف الشاشه بتاعه التليفون ده. ما اختلفتش كتير عن شكل الشاشه بتاع الاصدار اللي فات، وهو ريلمي 10 برو بلس. شاشة من نوع أموليد بحجم 6.4 إنش، وبتدعم ال HDR10، وكمان بتردد 120 هرتز. شاشة ممتازة جدا، مفيش فيها أي مشاكل. وكمان أنا بحب شكل الإيدج جدا في الشاشات، بيدي كده، فاهمين أكيد يعني. فأنا من الناس اللي بتحترم الإيدج في التليفونات، اللي هي الحواف، يعني الإيدج ده اللي هو الحواف بتاع الشاشة. طبعا بقى عشان تاخد تجربة مشاهدة جميلة جدا من التليفون ده، الشركة منزله لك سماعات ستيريو سبيكر، سماعات قويه جدا وصوتها نقي جدا ومحترمه. فبصراحه عاملين معانا فوق الصح. وكمان مستشعر البصمه طبعا موجود تحت الشاشه، وسريع جدا وشغال بكفاءه عاليه وما بيغلطش ومفيش فيه اي مشكله. نيجي بقى للاداء. التليفون جاي بمعالج من نوع دايمنستي 7050، وده بتكنولوجيا 6 نانومتر. ده معالج قوي جدا في الالعاب، ومعالج حلو كمان في الاستخدام اليومي بتاعك. طيب لو انت عايز تقارن المعالج ده بحاجة تانية او بتليفون تاني، تقريبا هو نفس الاداء اللي هتلاقيه في تليفون الاصدار اللي قبليه اللي هو ريلمي 10 برو بلس. فمش هيختلف كتير الاداء عن التليفون ده او التليفون ده. وطبعا مع ال 12 جيجا رام اللي موجودة في التليفون ده، تاخد تليفون صاروخ الصاروخ، يعني شغل اكتر من تطبيق في الخلفيه، وتقدر تستخدم برضو اكتر من تطبيق في نفس الوقت، ومفيش فيه اي مشكله ولا هيقول لك اي حاجه. التليفون جاي من علبته باندرويد 13 مع واجهه ريلمي UI 4. طبعا بما اننا اتكلمنا عن الاداء فهنتكلم عن البطاريه. التليفون ده جاي ببطاريه 5000 ملي امبير، بطاريه حلوه هتقعد معاك 8-9 ساعات، شاشه مفتوحه، فبطاريه ممتازه جدا ما نقدرش نقول عليها حاجه. الجميل بقى في الموضوع ان الشاحن اللي موجود معاك في العلبه بقوه 100 واط، يشحن لك التليفون كده. فنقطة البطارية ما تقلقش منها خالص. نيجي بقى لأهم حاجة، وده اللي بيميز التليفون، الكاميرات بتاعته. التليفون ده جاي ب3 كاميرات في الخلف. أول كاميرا معانا 200 ميجا بكسل، فتحة عدسة 1.7، ودي بتدعم ال OIS، التثبيت البصري. عدسة ممتازة جدا، تاخد منها صورة في قمة الروعة. تاني عدسة 8 ميجا بكسل، فتحة عدسة 2.2، دي عشان خاطر تصور لك الترا وايد. وتالت عدسة 2 ميجا بكسل، دي علشان خاطر تصور لك ماكرو. وطبعا الكاميرا الأساسية 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.5. بصراحة كاميرات التليفون ده ممتازة، تاخد منها أحسن صورة ممكن تتوقعها. وكمان بعد ما تلقط اللقطة بتاعتك تقدر إن أنت تعمل زوم بإيديك كده على الصورة، ما بتفقدش أي تفاصيل من الصورة. ففي التصوير التليفون ده
فوق الممتاز. وكمان في تصوير الفيديو بيصور فيديو لحد 4K بس ما بيكونش فيه ثبات فيها، يعني بيفقد الثبات الالكتروني اللي موجود في التليفون ده اثناء تصوير ال 4K. عايز تستخدم الثبات الالكتروني هتلاقيه موجود معاك من اول 1080. والجميل بقى في الموضوع ان هو بيدعم مايك اضافي علشان خاطر يعزل الضوضاء وانت بتصور، صوتك بس اللي يكون طالع او صوت اقرب حد للتليفون، وبيعزل بقى الدوشه اللي حواليك دي. التليفون ده بيدعم ال NFC طبعا، جميع المستشعرات موجوده وشغاله بكفاءه عاليه جدا بدون اي مشكله. سعر التليفون ده دلوقتي للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام عامل 17,000 جنيه مصري، طبعا موجود بضمان دولي. حاجة أخيرة بقى هقولها لك، لو أنت مش فارق معاك نقطة الكاميرات ممكن تشتري تليفون ريلمي 10 برو بلس، ده نفس التليفون ده بالظبط في كل حاجة ما عدا نقطة الكاميرات. طبعا التليفون ده الكاميرات بتاعته أحلى بكتير من الريلمي 10 برو بلس، فلو النقطة دي مش فارقة معاك ممكن توفر لك فيها حوالي 3-4 آلاف جنيه. بس يا سيدي كده كده كنا وصلت معاكم لنهاية الفيديو، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. سلام.